موجود ورانا دوت اقفال وحكاوي وقصص كتيره جدا، الوان واشكال مختلفه على شكل قلوب. كميه اقفال يعني كبيره جدا موجوده اهوت على الجسر دوت. ان شاء الله هنشوف تقرير جميل ومميز لكل الناس اللي حابه انها تشوف وتعرف قصه جسر العشاق او الجسر الحديدي اللي موجود في المانيا، واكبر كميه اقفال محطوطه عليه تقريبا في العالم. صباح الفل، شكرا. كلنا سمعنا عن جسور العشاق اللي موجودة في أوروبا، جسر أو سور حديد وعليه إقفال مكتوب عليها عبارات حب وغرام. لكن في ألمانيا هو الجسر الأساسي للحكاية، وتحديدا في مدينة فرانكفورت هنشوف جسر العشاق أو الجسر الحديدي اللي عليه كمية إقفال ضخمة جدا، إقفال على شكل قلوب وألوان وأحجام مختلفة. ممكن تكون هي أكبر كمية إقفال تشوفها بمكان واحد، وكل قفل وله حكايته، ومن أشهر المزارات السياحية عندهم، وفعلا يستحق الزيارة. Audio Jungle. مساء الخير. احنا النهارده دلوقتي في فرانكفورت في جسر عشاق او جسر حديدي. كل اللي احنا شايفينه ورانا دوت مليان اقفال اشكال وانواع والوان، كميه اقفال مش طبيعيه. المانيا خلصت الاقفال بتاعتها على الجسر دهوت، يعني بصراحه حاجه انا مذهول من كميه الاقفال والوان وشكل قلوب، ويعني تفننوا بصراحه في الاقفال. هنعمل تقرير جميل جدا من جسر العشاق في فرانكفورت في المانيا. بصراحه هو يعني انا لو الاقفال دي كلها لو جمعت واتسيحت هتعمل مدينه للعشاق يعني. اشوفكم كل خير، وان شاء الله نتقابل قريب مع جسر عشاق في فرانكفورت في المانيا. اشوفكم بخير.